السلام عليكم أحبائي، صحة وسلامة. واليوم جيت لكم بوصفة طيبة ولذيذة وهي داوود باشا. طبعا أكلة سهلة وسريعة التحضير وما يحتاج ذاك الجهد، وأتمنى تتابعون الفيديو. وتعالوا خلينا نشوف ما هي المكونات اللي نحتاجها. أول شي عندي هنا 600 غرام من اللحم المثروم، بيها كمية من الشحم. البهارات هو ملح، فلفل أسود، بالإضافة عندي الكركم. من كل البهارات طبعا من كل شي نصف ملعقة اللي يحتاجها. الملح حسب رغبتكم، الكمية اللي تخلوها. بالنسبة عندي هناية 4 حبات، طبعا قياس الكبير. البصل بالإضافة كانت 3، واحدة من عندنا حمرة، فلهذا تشوفون اللون البصل شوية صاير مختلط ويا اللون الثاني، فلهذا سببه هو بصل الأحمر. برشتها ما ثرمتها لأنه لازم أبرشها، وأكيد الدليل راح تعرفون بعد ما ناخذ الخطوة اللي بعدها. هنا عندي دقيق الحمص اللي يحتاجها 4 ملاعق، ومتوفرة بكل المحلات بالأخص المحلات الأجنبية. راح أحتاج 4 ملاعق من دقيق الحمص. بالنسبة لهذا دقيق الحمص طبعا يسوي طعم رهيب للحم المثروم، وإذا حتى ما تسوون داود باشا تقدرون تسووها حتى تستخدموها بالعروق، يعطي طعم كلش طيب للعروق. وتصير العروق عندكم هشة وطعم يكون مميز إله. طبعا ضفت كل المكونات، راح هنا أعجنها. أعجن كل المكونات اللي احنا خلطناها أو ضفناها للحمة. أتأكد من عدة بأن كلها تجانست مع بعض. بالنسبة لداود باشا احنا هاي لازم تكون على شكل كريات. الكريات طبعا هي حسب رغبتكم، مثل ما انتم تحبون تسوون حجم المناسب او انتم ترغبون حجم تردوه. هنا بعد ما عندي ما تأكدت بأنه عندي اللحم كلها تجانست ويا المكونات اللي احنا ضفناها، عندي كاسة صغيرة بس مجرد أغمس إيدي بداخلها حتى أرطب إيدي بنفس الوقت ما تلصق عندي اللحمة. ما تكون صعوبة. هنا بهذا الشكل أسويها على شكل كريات وأجهزها وأخليها على جنب. أكو نقطة مهمة وهي طبعا داود باشا عادة تصير باللحم، بس أكو اللي ما ياكلون اللحم يقدرون يستبدلوها بالدجاج، أكيد صدر الدجاج، ويثرمون لحم الدجاج عفوا، وتكون المكونات أكيد تكون نفسها ونفس الطريقة، بس مجرد تغيير باللحم. بدلا باللحم نخلي الدجاج. راح أكون كل الكريات وأجهزها. وبعدين راح أحتاج أن أستخدم المقلاية. بالنسبة أنا استخدمت المقلاية لأنه عندي مقلاية عريضة، فبنفس الوقت تعطيني النتيجة الأفضل. تقدرون تستخدمون أنتو الطنجرة حسب رغبتكم، لأنه هذا ما يحتاج ذاك الصوص الكمية الزايدة، وإحنا مثل ما يقول المرق. هنا بقت كمية من اللحمة وراح أسويها للباشا، وهو داود باشا اللي إحنا راح نخليها بنص الصحن، فلهذا سويتها كرة واحدة مميزة كبيرة شوية، وراح أخليها بعد ما أكمل وأخليها بداخل الصحن. عندي هنا المقلاية جهزتها، واحتاج كمية من الزيت اللي راح أضيفها. بالنسبة لهذا الزيت اللي أنا ضفته راح أستخدمها للأخير، لا راح بعد ما عندي أقلي عفوا الكريات. راح طبعا أكيد راح أستخدم باقي الزيت اللي داخل المقلاية للمرحلة اللي بعد الخطوة اللي بعدها اللي احنا راح نكمل بها الطبخة. بالنسبة الكريات كلها راح أخليها بداخل المقلاية وأغطيها لمدة 5 دقائق لحد ما عندي بس مجرد شوية اللون عندي اللحم يبدي مثل ما يقول يتغير. أقلبها أو أقلبها بالاتجاه الثاني، وبهاي الطريقة بعد ما عندي تكمل واخليها اخليها على جنب وابلش المرحلة اللي بعدها. بالنسبة سبب البصل اللي اني برشته، سببه هو هذا الصوص او المرق اللي راح نسويها بداخل هاي الاكلة، هاي الطبخة مالتنا. لازم تكون شوية مثل ما احنا نقول شوية ثخينة. ليش؟ لأنه إذا خلينا البصل يعني قطعناها قطع عادية ما راح تعطيني ذاك النتيجة، فلهذا أني برشت البصل حتى أثناء ما أضيفها للباقي المكونات وأضيف الصوص المطلوب راح تعطيني المرقة أو الصوص يكون عندي ثخين. فأكيد راح تشوفون شنو المقصود. طبعا هنايا بعد ما عندي جهز أقلبها مثل ما قلت لكم الجهة الثانية وأغطيها واستمر بهكذا. هاي طبعا داود باشا أكلة حسب ما يقولون بأنه الباشا كان يحب هاي الأكلة، فكان أكيد يطبخوا له هاي الأكلة دائما، فسموها داود باشا لأنه حسب رغبة داود كان.
وهنا مثل ما تشوفون الحبة اللي سويتها الكرة الكبيرة حطيتها بنص المقلاية، وأكيد راح أثناء ما أصبها راح أخليها بنص الصحن. بالنسبة هاي الأكلة هي المفروض أن تنأكل ويا الرز، وأني راح أطبخ وياها الرز، بس انتو حسب رغبتكم تقدرون تناولوها ويا الخبز، لأنه الصوص اللي بداخله أو المرقة اللي بداخله ما راح تكون مرق أكثر من اللازم، راح تكون مرقة قليلة مثل تقريبا شبه التبسي، يعني ما راح تكون مرقة تكون بها المي الزايد. فلهذا انتو حسب رغبتكم تحبون أن تناولوها بالخبز أو تناولوها ويا الرز، بس احنا حنتناولها إن شاء الله ويا الرز. وهنا بعد عندي ما جهزت كل الكريات جهزتها، راح اخليها يعني اخليها على بالصحن على جنب، واجي هنايا اضيف عندي البصل اللي اني برشته مسبقا. طبعا بالنسبة للبصل حمسة بسيطة، انطي للبصل بس مجرد عندي مثل ما يقولون لونه بدأ يتغير، ما اريد يكون مجسب، بس مجرد لونه ما يتغير راح اضيف باقي المكونات. هاي الاكلة تقريبا شكلها تكون شبه كلون المرق، عفوا يكون شبه الفسنجون، اكيد تعرفون. اكو اللي يحبوها تكون اكثر من اللازم يضيفون دبس الرمان بيها، بس اني ما راح اسويها كامله تكون اكثر من اللازم تكون بنيه، او يعني مثل ما يقول عليه يكون سوداء، ما اريد تكون، اخليها تقريبا نص ونص. ضفت اني هنايا البصل داخل الزيت اللي متبقى من ما قليت الكريات، وهناي راح اخليها بس مجرد بدا لونها تغير راح اضيف باقي المكونات اللي احنا نحتاجها. بالنسبة لهاي الأكلة راح تكون تقريبا حلوة حامضة. هنا ملعقة وسط ضفت من الشكر، وراح أضيف باقي المكونات اللي نحتاجها، هي كمية قليلة من المعجون الطماطم. هاي الملعقة اللي أنا ضفتها بالإضافة للسكر احنا ضفناها أو الشكر احنا ضفناها، راح تسوي طعم حامض حلو بداخل هاي المرقة اللي احنا اليوم راح نجهزها. وهنا ضفت كمية من فلفل الأسود، وطبعا هنا كركم كمية قليلة. بالنسبة للملح بعدين راح أضيفها، وراح أحتاج كمية من دبس الرمان لهاي الطبخة. فلهذا قلت لكم هاي الطبخة تقريبا تشبه كلون، تقريبا يشبه لون الفسنجون، بس كطعم أكيد يفرق. تشوفون البصل اللي أنا بارشتها تبقى طرية وتكون ناعمة، بعد ما نضيف عندنا المي بداخلها راح تعطي سماكة أو سمك للمرقة اللي احنا راح نجهزها. راح نحتاج هنايا تقريبا ملعقتين إلى 3 ملاعق من دبس الرمان. دبس الرمان اللي أنا عندي طبعا يكون عنده شوية ثخين، مو مال يعني مو من السوق بصراحة، هذا شغل إيد مثل ما يقول، فيكون النتيجة تفرق عن اللي نشتريها من الأسواق العادية، فدا تشوفون سمكها يكون أثخن كدبس رمان. ضفت ملعقتين مو أكثر، لأنه لونه راح يصير أكثر من اللازم مثل ما قلت لكم، لأنه هذا الدبس أصلي. فضفت الباقي المكونات حمسة بسيطة. راح أحتاج كمية تقريبا كوبين من المي، بس مجرد ما يغلي عندي الصوص اللي أنا جهزته راح أضيف الكريات بداخلها، وراح أخليها تقريبا لمدة نصف ساعة لحد ما عندنا يجهز هاي المرقة مالتنا، وهي داود باشا اليوم احنا جهزناها لكم. تشوفون اللون اللي عندي شلون صار لون جو يعني بني بس مو غامق، تقريبا وسط. فلهذا أنا ما خليت أكثر من اللازم دبس الرمان. طبعا الملح هسه ضفتها، لأنه مو إلا بالضرورة أن نضيف الملح من البداية. خلينا داود باشا بالنص، وباقي الكريات أكيد راح تكون بالأطراف، وراح نتركها لمدة نصف ساعة. بعد مرور نصف ساعة أكيد راح تشوفون سمك اللي الصوص مالتنا أو المرق اللي احنا اليوم جهزناها. وأتمنى أن تجربوها وأكيد راح تعجبكم، وأتمنى يا رب يوم سعيد عليكم وعلينا، وتحياتي وألف عافية.